الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل، ربما خلال رمضان نتوقف عن السيرة النبوية وسنتكلم حول أحكام الرمضان، هذا الشهر المبارك، حتى نتعلم الأحكام التي نحن بحاجة إليها. هرجي خروني تشكينا قالوا برايد عزيز في مها رمضان إذا احتمال كو أم درس حياة پیغمبر بدن سكناندن سيرة النبوية صلى الله عليه وسلم، حتى كو أم هنكي مسألة رمضان بين زمان تايو رمضان مها بيروزة مها مباركة هناك حكم وقانون وسيستم وحلال وحرام وفرض وسنة وهنا، حتى كان وانا باش فعم بكن دفي مها هاني تجبونك كو كيماني كي چنبه اما مها رمضان بيد سي هفته هاني وان فرض وسنة هناك حق وحقوق وتشتيك رمضان تيكرن اما وان بهبرا باربا بكن ان شاء الله. طبعا حينما نقول رمضان أول ما نتذكر أو يأتي إلى العقل هو الزكاة، زكاة الفطر، زكاة المال، حقوق الفقراء والمساكين. كتب هكذا يقول منذ عهد سيدنا عمر رضي الله عنه المسلمون جعلوا رمضان بداية العام ونهاية العام، وبناء على ذلك خصصوها لإخراج الزكاة، خصوصا زكاة التجارة وما إلى ذلك، ليس زكاة الزراعة، الزراعة لها موعد محدد، فبنية أن رمضان شهر الخير والبركة فأحبوا أن يجعلوا هذا الخير في هذا العام، وهكذا استمروا، وإلى الآن كثير من المسلمين جعلوا رمضان بداية للعام وهناك يعملون حساب زكاة المال، ولذلك سنذكر بعد أحكام زكاة المال إن شاء الله. برايد عزيز جو وقت حضرت عمر ده كتاب ما تاريخ إسلامي وهاد بيج دم حضرت عمر ده زنگين بسلمان اشخا گوتن شخون ساله جاره که زکات خو بدن پشتک ساله جاره که ام ددن ام شخا قانونه کی درست بکن ام شخا بکن عادت کی ام سال خوش رمضان ده دست بکن، يعني زکات تجارت یمی بجن، نه زکات حیوان، نه حیوان جی بلکی وکایبه، زکات زراعت او شخون ساله هابینه يعني او نه، فقط زکات تجارت زنگین یو وقت مسلمان اگو همه شخون ساله جاره که ام زکات خو بدن برام سر سال زکات مت رمضان ده به رمضان خيره وبركته وخيره وده زيده شكون مثال كي زكاه تاخذ بدن قنابيد موسم بخير دام بدن جبي وقتي حتى انا بفراني مسلمان ما يكو زكاه مال قدرت كن علي كاريا فقيرات كن كرنا قانون شخرات ما رمضان ده حساب مال وملك وتشتي خد كن زكاه خد رمضان ده ابي عادت جبي وقت داتيه براد بيرا ودب عددك خوشه مسلمان قرب عاقل به تجارتك باش بك، يعني حسابك تجي كده تشتكي بفروشي بدها وياك بيجات تدبل بفروشي تبيسي بفروشي ما عرفت شيء بيسي دفروش اجبون قازان ده مرفض هذا دبه ما دام از زکات خو بدم لی او زکات من اگر کد ماه رمضان ده خیره و زیاتر باز رمضان ده خیره بدم یا جی کو بدم فقیره کی خیره ده بدم فقیره کی اقربای من خیره 20 باز بدم فقیر اقربای خو به وی شکل مسلمان گره هر دم چاوی لقازان جو کارا زیاده باز چوا تشتكي زيداش رب عالمي خيرك بخازم لسروي مسلمان ماجي جبي وقت دا كرناق سرسال شخورات رمضان دا زكاة مال خود ده أما أنا حسابي بكن إن شاء الله. طبعا ما يمكن أن نتكلم عليه زكاة التجارة، عروض التجارة كل ما له تجارة يبيع ويشتري فهو يقيم ما لديه من المال آخر العام، وبعد ذلك العلماء هكذا يقول يخرج المصاريف وما عليه من الديون، هناك ديون عليه أن يدفع يجعل هذا المال على جنب والباقي يخرج زكاته. وزكاة عروض التجارة كما تعلمون، وحتى أذكركم مرة أخرى، 1 من 40 هكذا نقول 1 من 40 بلغة الفقه يقول ربع العشر، ولكن ربع العشر قد يكون صعبا على الناس الطبيعيين الذين لا يشتغلون بالتجارة ما معنى ربع العشر، ولكن باللغة السهل 1 من 40، لأنه معناه العشر 1 من 10، فهذا الواحد تجعله إلى 4 تأخذ 1 منه فيكون معناه 1 من 40، يعني 2.5 من 100، هذا هو. يعني الرجل إذا عنده 100,000 كرون يخرج 2500 كرون زكاة، يبقى له 90 أو 7 كم يقول بالله
75 و90 هكذا نقول يعني. أيوة نوت 7500 باللغة العربية أحسن يكون هكذا خطأ. المهم 90,000 و7,500 يعني هكذا يبقى له. الله عز وجل لم يطلب منه كثيرا، واحد من 40 طلب منه، ولكن الآن نحن نرى الضرائب الذي ندفع ربما 10%، ربما 20%، أحيانا 30%، ولكن الله يكتفي بواحد من 40 أو 2.5%. هذا هو أصحاب الأموال بهذا الشكل يعملون حساب أموالهم ويخرجون الزكاة. أما أولا بحث زكاة تجارته، زكاة تجارته مال وملكيتك دفروش ودستيني هر تشتيكو بي تجارته كرن، يعني خواهی قصاب بجی قصابی خواهی حساب که چقدر پرد قد کنتو اوی دهیه لازمه اوجی بدن، خواهی بقال و مارکت به حساب بکن، دکان جلا به حساب بکن، اوی که عربه سیاره دفروشن و دستین حسابی بکن، اوی که زیرا دستین دفروشن، عادت وان چه از باش نزانم اوی زیرا او زیر چقاسه ایوانن چقاسه امانتن از وی نزانم، فقط تشتی که مال اویه دکان اوی دهیه خواهی مال حساب اویت کدبه آن دکان مده او قاسه پره منه هیه 1000 که 100 1000 50 1000 چقدر حساب که او قاسه پره منه حساب وی سیستم اسلام جمرات بشه پره تی که هي دین خوش درخه مثلا بجن انا مليون کی پری هي فقط گره ده رو پاشه 100,000 دین خوب ده 700,000 ده عالی که بیا دین هر نه منه يعني هر حاصله کلام شکل که ساکن و پره کو دین جه درخه ای پره ده دین خو اوی مایی جسادی ده 2.5 يعني جسد 10,500 كرون ده او قصه زيدن نه اب زكاه هاني خدي عز وجل دبيجه بدن فقيركم محتاج عبد منكم من پره دايما مگوتو وكيل من في پره هاني الفقير والمحتاج بلابكن مقدار کا زيده جن انسان جارنا حساب که یاد به 100,000 كود به 2,500 كرون جانا چای مروا مازند به یاجی میلیون کی هد به 25,000 بدن 25,000 حساب که فقط مبارک حساب که 25,000 زکاتی 975,000 جی خودش ترایشتیه یا 2,500 جسادی بدی نوت و 7,500 اشترا مایه خواده پرکی زده اشترایشتیه وی 10,500 بده برا برکت وره یا 25 بده برکت وره لورا یک معنی زکات جد زمان عربی ده معنی برکته معنی زیده معنی زیده بونه دما که زکات خودی حق فقیر جدرته که حق فقیر جدرکت خدای برکت خیکی بلا و مصیبت سرتا داناینه لورا حق دا لدم وقت ندی اوان فقیر هر کردید بجن نفر و ناز نفرت نه نفرال تبکن یا ربی بیا حق مناده بیا زنگین بیا پریه لپره نادمه ای خدای جی چای مروا درتخه زکات تجارت وی شکلی هر تجارت معروف کرده معروف ده طبعا جانا بحث تجارت اشتكن بلكي انا دلي ودا درباس به امام مستشخن يمسي قرش بري ما يعرف بري وهي ولكن قانون اسلام زنگين ارتبر درباس يعني بزمان انا كنت بجن يا خوي فابريكي مازن ابي كني بازار ايوان گره اوجي زکات خو بدن جوارج خبردان ما جوارج درباس به اي گهداري نکنم نکارن تشکیب کن فقط وظیفه ما ام دین خود جوارا بجن دمك ما دين خود جوارا گو في شكل حق وان که واسيون کرم کزو بجه vergi kudbejin zaribe yani. Zaribe vergi nakebe ber zekate. Zekat levra sınıfı zekate beline. Zekat şkira. Fakire muhtace eve zekat. Vergi zaribe kutti devleti. Devlet belki pe raya çetke, pe tayara çetke, pe bombaya çetke, pe asfalt çetke var. Hasle kelam pe maaşı halkı devam, maaşı vekilo e zengina nakebe ber. که دولت اسلامی بونا دولت اسلام بونا مبغوت اولا دولت زکات ما و فرگی تر توبت که سرچعبا فقط دولت انا بلکن اسلامینه او پره مدبه بلکه په فابریکه که عراقی شد که پیتش کی دی شد که فقیر و محتاج لورتا راست دمینه کس کی پره نادوان امد بجه ناکبه بری یعنی عالم و هاد بشن اما دولت اجمع بسنده بغوت اوی زریب ورگی هانه زریبه هانه بدن از دن فقیر اوی وقت ما حساب بکر اما امزان صدی نوت و نه دولت نادوان هلا دولت ما بسلمان نادن وانت اشتاد الصينم نادا كسكي يعني كبدنا فقير دولت ما ندمان مجبور ام زكاه اخذن فريق دولت اجماع صنجي ام بجن يا رب شنو ناوي تجيكي مش قادر بجن شنو ناوي تجيكي يعني بفي شكل طبعا الثاني زكاه المال وزكاه الذهب الذهب
يعني ما لديك من المال، أو الآن أصبح هناك حسابات في البنك، يعني ما لديك في البنك وإذا مضى عليه الحول والذهب الموجود عندك كذلك عليك أن تخرج زكاته، ولكن له حدود، له نصاب. نصاب معناه يعني الحد الأقل، أقل منه لا تدفع الزكاة. وزكاة المال وزكاة الذهب العلماء كما فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يدخل فيه الزكاة يبدأ الزكاة تقريبا 20 مثقال بالذهب، يعني هكذا نقول. لو حسبناه أو حولناه إلى لغة العصر حوالي 85 جرام ذهب، الذي عنده 85 جرام ذهب فما فوق عليه أن يدفع الزكاة، أقل منه لا يدفع الزكاة. الفلوس الموجود كرون، دولار، أورو، ليرة، هكذا الفلوس اليمني، الإنجليزي، الأمريكي، تحاسبه على الذهب، يعني هكذا يساوي هذا المبلغ أم لا يساوي. إذا سوى هذا المبلغ تدفع، إذا كان أقل منه لا تدفع. القاعدة هو الذهب وليس الكرون ولا الدولار ولا الفلوس آخر. الذي لديه 85 جرام فعليه أن يدفع الزكاة من هذا، كذلك واحد من الأربعين. زكاة برا أم بحث زكاة برا بكن، زكاة زيرا بكن. زكاة برا داد زكاة زيرا دا سينور هي سينور، حدود سينور ويه هندك وزان سينور شيء حدوده بنيا في درجة دابت نادي بكذا سرياوي تدي. مثلا تدي که زاروك نخوشت كفن آگره وان راد به آلا وان راد به سينور وان ترسي سيونه هو تشتكي كو بنوزي چليت الترسي بشتكي كو كت بنيا سيونه هات نا ترسي بكذا سريا سيونه ها ام دو ترسن والله وای تهلیکه هات. سينور زكاة زيراج و اوا پراجي 85 غرام زير. ام زكاة برا توكل غورا زير حساب تكن، نل غورا قرون، نل غورا ليره، نل غورا درهم، نل غورا اورو حساب ناكن. زير چقای 85 غرام زير پريتا چقا بتبي اويه چقا صادكه. از بيجم مثلا انك دولتنا بريوان ارزانن به پري عراق ام بيجم 10 مليون پري من هي 10 مليون اف 10 مليون چقا صادكه ولاد که 1200 دلار 1200 دلار ناك 85 غرام زير زكاة داتنه. الدولار به 10 مليون پرکی باشه دا زکات هي، يعني الغورا پرا 85 غرام زير او پري هانج 85 غرام كير ت زکات اي بدي نكر ت زکات اي نادي. زکات ويجي بنوا حساب كم پري ت كد بانك دا مايا و سال كي پري ت بانك دا مايا تي في پري هاني حساب كي اف پري هاني 85 غرام دولار زير تكا اناك كوكر ت زکات اي بدي. از انسان نظام 85 غرام زير چه قاسه قرون مي نرويجيت که یک زانه به بيجه بخير خو یا چند دلار که باشت و قالوا جماعته خير حساب کنه اگر مزارم چه قاسه که جاب خير بيجن امانش خل خيرج بيجن 85 غرام زير چه قاسه دلار که ان يرحد دلار پري نوع دنيا تبع مرد هات زانه اجباري هاي ام بيجن او قاسه دلار که ابيك پري او قاسه دلار هبن اذكار به زکات خو بده زيرجي وإيدنج بشكل يعني بريوده. طبعا هناك مسألة العلماء يتكلموا فيه وفيه خلاف، حلي الذهب الذهب الذي المرأة تستعمل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة. من العلماء من قال فيها زكاة ومنهم ما يقول لا يوجد فيها زكاة، منهم من وضع له حدا، ولكن يمكن أن نقول الذي نرتاح إليه المرأة حسب حالها الاجتماعية هي تحتفظ بهذا المبلغ وما بقى تدفع الزكاة. مثلا مرأة متوسط الحال أمثالها يستعملون 80 جرام ذهب كزينة يعني، ولكن هي تحتفظ ب 300 جرام ذهب، خلاص هذا زيادة عليك، نترك لها 100 جرام نقول هذا لا تدفع الزكاة والباقي تدفع زكاتها، لأن أمثالها لا يستعملون هذا، هي تدخر هذا الذهب في البيت ليس لزينة، ولكن تحت اسم الزينة تتهرب من الزكاة، نقول لو تدفع الزكاة يكون فيها الخير والبركة، هكذا يقول. ومن العلماء من يقول وكان عندها قنطار من الذهب لا تدفع، ولكن أظن لو هذه العلماء كانوا موجودين الآن لراجعوا هذا الآن فتوى وقالوا لا عليك أن تدفعي. في السابق كانت تستعمل، ولكن الآن النساء يدخرن المبلغ، ادخار المبلغ هكذا، ليس من أجل الزنا، ولكن الذهب دائما ذهب يرتفع السعر حفاظا على أموالهم يستعملون الذهب. مسألة كبير كده عقلي وده بس زير الجنا وكده بيجا زينة ده خلاف هي، يعني عالم ريك تشكيد بيجا فقط تشتيك أذكارم بيجا مدلهم بيدر حتى يجورا بيجا تشتيك دلهم سر حتى هر جنكي لقورا حالي خو حالي ظلام خو، يعني أو جنا هاني ظلام وي نورمال إنسان وكوان، يعني
جنوان چند غرام زیروان هنه از بیم شخص کی و کامن جهواله و کامن ام بج کار کید کم زام حاشوان چه خاصابه جنوان 100 غرام زیروان هست کن دستی خوش خورد تمام جنا مجی 100 غرام زیری هبه زکات خناده لیان بج جنامن 300 غرام زیر خود دانیه مالی 300 غرام ام بجن آوی 300 غرام اشترا زیده 100 غرام زکات اوی نده لورا انسان وکاته زکات 100 غرامی یعنی هر کی 89 غرام وانه فقط 300 غرام سندیه اف 300 غرام ایوه کما نورمال لا خبتینج مرا زیده ام زکات 100 غرام زیده بدن دلمل وی فتوا هنه راحت بیان رازی دبه لورا ایرو گلک جن وی پره هانه نجبون زینت و زینت ده بجن کنده سی خود نبنیه تاویه جبونه کدوه زیر هردن بهاد به برا پره مش بهاد به برات مال دابه فرداوی دا پره منه چه پره داتین مالی نیف کیلو کی پره داتین مالی یقین بکن شریعت او خاصه قبول نکته کیلو کی زیر دین مالی هنکی جن هر مثلا فقیر اسلام وانجی کار وان نگلک باشه عامل کار کرن کار زحمت کن لیجن هر جاره جوان دستینه و تکزیر داتین مال کیلو کی زیر مال خلاص کریه چه زکات بیاج نادم یا خاصه بشکی عدالت نه یعنی اما بیاج را بجن ته زکات اخو بدی برا زکات ای بده بیاج هات فهم کرن ان شاء الله ناتي الى زكاه الفطر اولا علينا ان نعلم الاصل في زكاه الفطر هو الطعام هذا هو القاعده الاساسيه لا داعي للف والدوران لا نقول واحد يذهب الى المطعم كم ياكل الرسول لم يقل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم صاع عملوه والعلماء هكذا بدلوها أو حولوها إلى الكيلو 2 كيلو ونص 3 كيلو هكذا الرز التمر القمح ما إلى ذلك الأمور الأساسية التي الناس يأكلوها الأصل فيها هو الطعام ليس المبلغ المال ولكن بعض العلماء وبارك الله فيهم من أجل مصلحة قالوا نقول يجوز أفتوا بأن نحول هذا إلى المال أي القيمة هكذا قيمة الذهب قيمة الحنطة والرز هذا هو فعلينا أن نعمل وأن نأخذ بهذا القياس لا يجوز لنا أن نقول تذهب إلى المطعم كم تأكل هذا لا يهمني كم يأكل الرسول لم يقل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم علينا أن نقف على الأساسيات الإسلامية هكذا لا نحول حسب المصلحة الأصل هو القمح الرز طيب المصلحة في مصلحة الفقير ماذا هو الرز أنا أعطيه الرز إذا كان في مصلحة المال كم يعمل 2 كيلو رز مثلا ماليزيا واندونيسيا وفلبين تايلاند هم يأكلون الرز ما شاء الله لا يوجد عندهم قمح خلاص هم يدفعون الزكاة نحن هنا في الشرق الأوسط وهناك القمح هو الأساس عندنا الرز شيء زائد أكل زائد يعني فالذين يأكلون القمح أو القمح الأكل الأساسي عندهم يعملون 2 كيلو ونص قمح الذين الرز لديهم الأكل الأساسي يعملون 2 كيلو أو 3 كيلو رز هذا هو القاعدة أو ما يقابله من المال هذا هو القاعدة هناك مساجد مثلا في أوسلو 100 كرون طبيعي يعني ماشي لحال حق المصاريف الإرسال واحد عامل 150 هناك من قال 200 كرون من أين أتيتم بهذا نحن نشتري 5 كيلو رز ب 100 كرون طيب أنت ليش تدفع تقول 200 كرون لا يجوز لنا أن نتلاعب أو نلعب بدين الله عز وجل وأكثر المساجد قالوا 100 كرون يكفي هكذا 10-20 كرون حق الإرسال حتى لا نرسل من حساب الفقير ولكن أكثر من ذلك يقولوا صدقة ولكن إذا قلنا الزكاة 200 هذا ما أنزل الله بها من سلطان قولوا 100 كرون الزكاة والباقي تصدق تحب تصدق فهذا هو وتصرفه وحريته زكاة فطرية جوارا بيجم قالوا جماعتك وأنا مثلا الفر والولاة ماجي أو تشتي عجيب كذبا مثلا الفر اولا ببيازان من زكاة فطر قانون تدا جنمو برنجه قانون اوه يعني قانون اوی وقت اویاج خرمه اگر که ملتکی خوارنا وانا اساسی وقت پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام خرمت خوارد شکیدن تنبو يعني خوارنا اساسی خرمه بته خرمه حساب کی خوارنا تیا کد نرویجن هوود منو يعني خوارنا تیا اساسی که برنج بته برنج مثلا ماليزيا واندونيسيا فلبين وتايلاند برنج اوانا دايكي برنج لو يدخون يعني روج هلاتا ناوین برنج ما آد دوه جمع گنم عوله گنم یک پاشه برنج ته يعني يا برنجه يا گنمه يا خرمه وكيدي يا جه اگر هبه يعني وكيدي تشكيدنه تنه پنيرنه ماسنه گوشنه محسينه وانا ناينه اساس اوه يعني يا توانا بدي يا الگورا پره وانا ته پره بدي
فقط ویا حسابتکی هته گنم حسابتکی تی برنجی حسابکی مثلا ایرو لور وهنه کی جامعه مدرکت نه دبی 200 قرون تی بدی یا 200 قرون چه مادم لی دبی دنیا بهابیه دنیا برا بهابه قانون یک پیغمبر گوتیه چی علیه الصلاة 2 کیلو گنم یا 3 کیلو گنمه یا 3 کیلو برنجه 3 کیلو برنجه دم لسر چه عاقلی مرادبند بجن 200 قرون 200 قرون الجورا چه حسابی تدکی یعنی ای دنیا بهابیه برا دنیا بفرشی قانون اوه قانون پیغمبر وها گوته یا جد تی گنم یا الجورا گنم تی پره بدی این که کلی 150 قرون مثلا پر جامعه باشه وتنا 100 قرون 700 قرون جی بلکه زیاده بجی فقط ام بجن چند قروشی حقی کم پوستات کنت شنن یعنی ام حق پوستا قنابی زکات ندن بی شکل هانه مثلا جی کی وقت ترکیه شاش نبم 108 لیرا کرنه 108 لیرا کیلو گنم 10 لیراه اوانا گوته 108 و 18 کیلو گنم کیجا عقله يعني قانون شريعته وها نابجه فقط مع الاسف هناك مسلمان ما ينوش خون يدي بره نايل عقله جنم نايل عقله خود به دنيا بهابيه دنيا بهابيه مثلا من جمره شريعت مهمه جمره قانون اسلامي مهمه دين خود جمره مهمه ادبي تماشاتكم دين اسلامي قوتيه وها اما او قصه بره بدن حشته يعني 2 كيلو نيف 3 كيلو او قصه بره بدن لسروي هاي وجه هبه يعني زيدي وياكي بخازه بدا زده كيف اويزان ابيك زيدي 100 قرون بدا مثال او برا بيجا صدقه منه ولكن بريمنه اساسي 100 قرونه اما نادا 200 قرون بدا تشبيه نا نبيجا تشبيه بيجا بيا فرض ابا يعني مثلا انا من المجا جمعيه بكن جماعه را بيجا اي ده ركعات المشكه ما تشبيه خير هذا جمره فرضه بلا فرض شقايه لما جا نيبرو تشخاصه تديد بيجن ده ركعته كره ما ده ركعته 4 ركعات فرضنا اي سنه تاجي حسابتك سنه بده عالی که تجمره فرضه بشه فرضای چاره بله از مجبورم چاره بکم که چاره نکم خدا میشنه جهنمی بله لیکن سنت کی که ان شاء الله ناشنه جهنمی مسنت کی خدا خیر بده من دبر دا اینکه گرم عقل خب خبتین بدین خدا الگورا کیف خونه لیزن والله دنیا بهابیه والله برا بهابه و درد مننه درد من شریعت خدایه الگورا کیف ملت کی موزده از نکار بکن برا بیاد بیرا و دابه ابيك زيدا جوارا قوتن بيجا سينور ابخايا ابي زيدا صدقات دي تزاني نادي تزاني اجابات بيجي دساد ابي فقير دساد ندخ وجنكار حستك بكيماني كيكر يعني الولايات مال تركيا مثال كيلو جنم ان جنم باش ام دفروش الدوله بده ليراي تركيا بدها دوله فروش ام دم 15 ليراي فكي دوله زكاه فطر حساب كده قوتيا 108 كده دركه حساب 18 کیلو گرمت کی یعنی خدا گوته 3 کیلو گرم تو 18 کیلو جمره حسابت کی اویا چنابه زو ها او زکات وان هنا اي حيوان شرط وان هنا اي حيوان شرط وان هنا بلاك حيوان متن ما قال حيوان نكر اي حيوان شرط وان هنا تشلو زيداتر تشليتي حبكي بدي بحشتت تدو بدي يعني ميشنا بزن او زكاه مصدق فرقليه يعني دبرت بلاك حيوان متن ما بحث هناك فرق نه يعني حيوان راش مثلا چيلك مزانه چنه چيلك جدان حيوان مازنه مثلا مازن او جدانه نه وقت دبه باشقنه بزنو ادنه يعني هيك كيوان هنا فرق وان هنا اجا برانيل براك بلا بزنو تشتمتن ما بحث هناك يعني ما بحث هناك وقت زكاة الفطر كذلك نذكركم من اول يوم رمضان يبدا الى اخر اليوم او قبل صلاة العيد قبل ما تخرج إلى الإمام إلى هذا الوقت يجوز لك أن تدفع ولكن أمثالنا الذين في الغربة من الأفضل أن نسرع في الدفع لا ندفعه حتى نستطيع أن نبعث إلى الفقراء والمساكين لأنه حينما تبعث نحاول أو نبعث هذا الفلوس عن طريق البنك والبنك يكون ثبت العهد مغلق وعندنا في البلاد عطلة العيد أحيانا أسبوع يكون عطلة والمبلغ يبقى عندك تقول أنا ذهبت إلى المسجد دفعت هذا المال إمام المسكين ماذا يفعل البنك هنا مغلق وهناك مغلق خلاص وأنت تقول أنا دفعت يعني دفعت ولكن لم ترى ولم نرى ولم يرى الفقير فيها الخير من الأفضل أن نسرع في الدفع من أول اليوم ندفع إن شاء الله زكاة الفطر إجا زماني روجا عول دست بيت كيت كاري بدي حتى روجا داوي فقط ايوه كما يقول فان درام خريبينه باشترين اوج بونه ما امزو بدن راح حتى برهره يعني جروي عول رو دو هفته عول بريخو بدن برهره بيه دست فقيره محتاجه وان انسان دورن افري انا حتى كو هرب كبا دست وان بانقاتي قرتن ولي بانقاتنا ولفرا بانقاتنا وشميو يك شمو
دفرا مثلا إيصال عيد رمضان روجا يكشمية إك روجا يكشمية قرتية روجا شامية قرتية الولايات مجد روسي رو بريا يتكن بانقتين قرتن أبي بري شوهره لما شو بري دا إمام أقول بشنه إمام فقيه شوش ترى بشنه بانق نلفريا نلويه هي لويجي بانق متنا كاش بانق رابش برا بلا كاس برا ددم تتونه جبروي زو زكاة بشين برابك ودست فقيرة رب العالمين جوا قبول كي إن شاء الله حتى برأي رباصة إن شاء الله. إلى هنا نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله. ربما الجمعة القادمة نتكلم حول المستحقين إن شاء الله. حفتاتي إن شاء الله من بحث بكن إذا من زكاة خبدن كي محتاج كيلوان إن شاء الله من جوان ربيجنا ربي العالمين أنا داج ما تبع قبول بك إن شاء الله.